في سؤال كده ممكن يجي في بال أي حد بيقرأ سفر الخروج. ليه يعني ربنا ما خرجش بني إسرائيل من مصر عن طريق أرض الفلسطينيين؟ الطريق ده كان أقرب بكتير لأرض الموعد. صحيح. الكورس اللي هنتكلم عنه النهاردة بيجاوب على أسئلة زي دي. بلاش تحتار، هنساعدك تختار المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. أهلا بيكم في بودكاست المنيو، المكان اللي هيساعدك تختار هتتعلم إيه. السؤال ده فعلا مدخل ممتاز لأول نقطة مهمة قوي في الكورس ده، وهي أهمية فهم الجغرافيا وتاريخ الكتاب المقدس. الموضوع مش مجرد يعني تفاصيل أكاديمية وخلاص، لا، دي مفاتيح للفهم. مفاتيح فهم؟ بالظبط، ربنا اختار طريق أطول لحكمة معينة، زي ما الكتاب نفسه بيقول: لئلا يندم الشعب إذا رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر. يعني الخوف كان عامل. يعني معرفة الأماكن والأزمنة دي بتدي بعد تاني خالص للقصص، مش مجرد خلفية للأحداث، لا دي جزء منها. وده يرجعنا لسؤال البداية عن رحلة الخروج نفسها. الكورس بيشرح إنها ما كانتش مجرد رحلة طويلة وخلاص، دي كانت خطة إلهية ليها هدف أعمق من مجرد الوصول السريع. تماماً. الرحلة أخدت 40 سنة، متخيل؟ 40 سنة. أغلب المدة دي كانت في منطقة اسمها قادش برنيع، والتأخير ده كله كان بسبب خوف الشعب وتذمرهم وعدم إيمانهم بقدرة ربنا إنه دخلهم الأرض. كأنه ربنا كان عايز يغير الشعب نفسه الأول، يجهزهم قبل ما يدخلهم أرض الموعد. وسفر التثنية كله يعتبر ملخص للرحلة دي بكل دروسها وتعليمها قبل لحظة الدخول بقى. طيب بعد ما دخلوا الأرض إيه اللي حصل؟ الكورس بينقلنا لفترة تانية كده مليانة تقلبات. بنوصل بقى لفترة القضاء، ودي بصراحة بتعتبر من أصعب الفترات روحياً وأخلاقياً في تاريخ الشعب. ليه؟ الشعب كان بيدخل في حلقة متكررة كده للأسف، ينسوا ربنا ويروحوا يعبدوا أوثان، فيقعوا تحت عبودية شعب تاني، يصرخوا لربنا فربنا يبعت لهم قاضي زي جدعون أو شمشون مثلا يخلصهم، يعيشوا فترة راحة وبعدين يرجعوا يبعدوا تاني. حلقة محزنة جدا بصراحة. ولما طلبوا مالك زي باقي الشعوب اللي حواليهم، هل الوضع اتغير بقى؟ بدأ عصر الملوك بشاول. شاول ده كانت بدايته كويسة جدا، لكن نهايته كانت وحشة قوي ومأساوية. بعده جه داود اللي الكتاب بيقول عنه رجل حسب قلب الله. طبعا. وبعده ابنه سليمان اللي بنى الهيكل العظيم اللي كان رمز لحضور الله وسط شعبه. بس للأسف يعني الواحد كان يتمنى العصر الذهبي ده يكمل، لكن من الواضح إن النهاية ما كانتش سعيدة. الكورس بيشرح إزاي وصلنا للانقسام والسبي. صحيح. بعد سليمان المملكة اتقسمت 2، مملكة شمالية اسمها إسرائيل وجنوبية اسمها يهوذا. تمام. والمشكلة الأكبر كمان إن رهبعام أول ملك للشمال عمل خطية العجول الذهب دي عشان يمنع الشعب يروحوا يعبدوا في أورشليم. وللأسف الشديد الخطية دي استمرت في كل ملوك الشمال اللي جم بعده، كلهم 19 ملك. يا خبر. أما الجنوب مملكة يهوذا فكان فيها ملوك كويسين وملوك وحشين، يعني كان فيه تنوع شوية. والنتيجة الحتمية بقى للبعد عن ربنا ده كانت إيه؟ النتيجة كانت السبي. السبي ده معناه إن المملكة بتتهزم وشعبها بيتاخد أسير ويتشتت في أرض تانية. ده حصل الأول لمملكة الشمال إسرائيل على إيد أشور، وبعدها بفترة مملكة الجنوب يهوذا اتثابت على إيد بابل اللي دمرت أورشليم والهيكل كمان. كانت نتيجة مباشرة يعني لكسر العهد مع ربنا. قصة حزينة فعلا. بس هل كان في أمل بعد السبي ده ولا خلاص كده؟ لا طبعاً، كان في أمل. الكورس بيختم بفترة مهمة جداً، وهي العودة من السبي البابلي. العودة. بالظبط. والعودة دي تمت على 3 مراحل مهمة. طيب لو رحنا للعهد الجديد بقى، الكورس بيسلط الضوء على رحلات بولس الرسول التبشيرية. مظبوط. بولس كان ليه هدف واضح جدا واستراتيجية كمان. اللي هو هدفه الأساسي كان نشر الإنجيل وتأسيس كنايس في مناطق جديدة. أما طريقته زي ما الكورس بيشرح كان بيبدأ الأول في المجامع اليهودية، وبعدين بعدها يتجه للأمم. ومن الحاجات المهمة قوي إنه كان بيرتب خدام وقادة محليين يكملوا الخدمة بعد ما هو يمشي، يعني ما كانش بيسيب الدنيا كده. دي كانت مجرد لمحة سريعة جدا جدا، لكن الكورس الأصلي
بصراحة مليان كنوز وتفاصيل أكتر بكتير. أنا لما بصيت في الفهرس بتاعه لقيت عناوين شدتني قوي. زي إيه مثلا؟ يعني مثلا ليه أصلا محتاجين ناخد فكرة عامة وشاملة عن الكتاب المقدس كله؟ إيه فايدتها العملية؟ وكمان تفاصيل بناء هيكل سليمان، العظمة بتاعته، التكاليف، العمال اللي اشتغلوا فيه، حاجة ضخمة. الأنبياء بنقسمهم كبار وصغار ليه؟ يعني هل ده معناه إن في أنبياء أهم من أنبياء تانيين؟ الكورس بيجاوب على النقطة دي. حلو قوي. وكمان حتة 400 سنة اللي بين العهد القديم والجديد، الفترة الصامتة دي، إيه اللي كان بيحصل وقتها بالظبط؟ مين الإمبراطوريات اللي كانت بتحكم؟ كل دي موضوعات وغيرها كتير قوي موجودة في الكورس الأصلي، بيقدم صورة متكاملة فعلا. فعلا، يعني لو أي حد مهتم يتعمق أكتر في أي نقطة من دول أو ياخد الصورة كاملة، رابط الكورس موجود في وصف الحلقة. كورس يستاهل وقته جدا، بيقدم أساس قوي للفهم. ودلوقتي بقى دوركم، قولولنا في التعليقات تحبوا المنيو الجاي يكون عن إيه؟ إيه الكورس أو الموضوع اللي حابين نديكوا عنه فكرة سريعة المرة الجاية؟ مستنين اقتراحاتكم وأفكاركم. بودكاست المنيو، وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام. سلام.